في الأول صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في قناتي بعد ما تسمعوا الحكاية. عايزة رأيكم في الكومنتات، لأن حكاية النهاردة حكاية حقيقية حصلت في العراق عام 1999. حكاية راجل اسمه حميد. أنا غيرت اسمه لأنكم هتعرفوا من تفاصيل الحكاية أنا ليه غيرت اسمه. الراجل ده كان مشهور جدا في المدينة اللي حصل فيها الجريمة، في الكوفة اللي تتبع محافظة النجف. حميد كان رجل أعمال غني جدا، كان بيشتغل في بيع الأسمنت والحديد، وعنده شركات كتير، وعنده أراضي وبيوت، يعني ربنا فاتح عليه جدا. كان راجل مقتدر. وفي يوم حميد فتح شركة في الكوفة. وقتها غيروا اسم الشارع وسموه على اسم حميد. علشان كده أنا غيرت اسم الراجل المشهور ده وسميته حميد. الراجل ده وقتها كان ليه سلطة في البلد، كلمته مسموعة يعني. الراجل ده واصل، عنده ولد اسمه محمد، كان في كلية الطب، هو الطالب الوحيد اللي بيدخل الكلية بعربيته. باباه كان بيصرف على الكلية. وقتها لما كان بينزل من العربية الحمراء بتاعته، الكلية كلها بتشم ريحة البروفيوم بتاعته. وإنه كان شاب وسيم جدا، مز يعني، وكان لابسه شيك قوي. إن أبوه راجل غني، وبصراحة محمد أخلاقه حلوة قوي، كانش بيتعالى على أصحابه لأنه غني، لا بالعكس كان متواضع قوي، وأصحابه كانوا بيحبوه. وفي يوم من الأيام 3 حرامية مسلحين دخلوا الفيلا بتاعت حميد. حميد كان بيحب ينام على السطح هو ومراته، مع إنه الفيلا كانت واسعة جدا وفيها مكيفات كتير، بس هو كان بيحب ينام فوق في هوا ربنا يعني. المهم كان عنده 3 أولاد، محمد الكبير وأحمد ومحمود، وعنده بنتين أركان ورهف الصغيرة. المهم دخلوا الحرامية المسلحين وكانوا مراقبين الفيلا مطمنين. اللي في البيت كلهم كانوا نايمين، بس الأب حميد حس بوجود شخص غريب في الفيلا، نزل علشان يشوف ايه اللي بيحصل في بيته. ومراته صحيت وراحت نزلت معاه يشوفوا يبقى واحد من الولاد صحيوا ولا حاجة. وانتبه حميد لصوت رجلين كتير، يعني مجموعة رجالة مش واحد. وبعدها سمع صوت السلاح اللي كانوا شايلينه. عرف وقتها حميد انه في حرامية في الفيلا، وفضل يصرخ وينادي علشان يسمعوا واحد من أولاده. بس الحرامية وقتها سمعوه، طخوه رصاصة جت في دماغه موتته على طول. وشافت المنظر ده مراته جريت، والحرامية ضربوها هي كمان برصاصة جت في ظهرها، ماتت هي كمان. والولاد صحيوا على سماع صوت الرصاص، نزلوا يشوفوا أمهم وأبوهم وهم طالعين السطح. قتلوهم العصابة واحد واحد إلا البنتين رهف وأركان. صحيوا على صوت صراخ محمد هو بيتقتل، وفضلوا يدوروا على باقي اخواته. وفجأة لقيوا المسلحين في وشهم. جريت رهف واتخبت في الحمام وقفلت على نفسها الباب. وأركان كانت عند باب الأوضة، أول ما شافتهم رجعت الأوضة تاني، اتخبت تحت السرير. وشوية سمعت أركان وهي تحت السرير، سمعت صوت أختها وهي بتصرخ، وبعدين صوت الرصاص، وبعدين مفيش صوت خالص. وقتها أركان عرفت إن المجرمين قتلوا أختها رهف. أركان فضلت متخبية تحت السرير وبدون صوت خالص، والمسلحين فضلوا يدوروا عليه، وهم وقتها مش متأكدين إنه في حد تاني من البنات ولا لأ لسه عايش في البيت. لكن هم ما كانوش شايفين أركان وهي بتتخبى تحت السرير. وقتها دوروا في البيت كله مفيش أي حد. وفي الوقت ده كانت الساعة 2 بالليل. بعد كده الحرامية مشيوا من البيت، وأركان كانت ماسكة نفسها من العياط. وبعد ساعة أركان طلعت من تحت السرير وكانت خايفة قوي، بتتسحب شوية بشوية، ما كانتش سامعة أي صوت في البيت. وبعد كده راحت عند الحمام
الحمام اللي كانت متخبية فيه أختها. لقيت باب الحمام مفتوح وأختها مقتولة في الحمام، وفضلت تصرخ بصوت عالي جدا لما شافت أختها وهي مرمية قدامها مقتولة. فضلت تنادي يا بابا يا بابا انت رحت فين؟ جريت على السطح، راحت عند باباها وهي طالعة على السلالم لقيت اخواتها التلاتة مقتولين فوق السلم. فضلت تصرخ وبصت وراها لقيت ابوها وامها مرميين على الارض ميتين قدام عينيها. ولما شافت المنظر ده عرفت ان مفيش غيرها هي بس اللي في البيت، كل عيلتها ماتت. وقتها أركان جريت برا البيت، فضلت تصرخ وتصوت قدام الجيران ولمت الجيران كلهم. أول ما شافوا أركان منهارة قوي من العياط، بعدها سألوها جيرانها فيه إيه يا بنتي؟ فيه إيه يا أركان؟ إيه اللي جرى؟ قوليلنا يا بنتي. قالت لهم إن دخلوا عليهم حرامية موتوا باباها ومامتها وإخواتها. كل الجيران جريوا دخل البيت لقيوا مجزرة في البيت وبلغوا الشرطة. وجاءت الشرطة لقيت حميد، لأن حميد كان شخصية مشهورة قوي والضحايا كانوا من أسرة واحدة. القضية هزت الرأي العام كله. وقتها أركان كانت تصرخ وتعيط، كل ما تشوف راجل تفتكر اللي حصل لها. كانت منهارة جدا وأخدوها على المستشفى، والشرطة أخدت البصمات من البيت. وفضلت الشرطة تحقق في الموضوع، وفضلت الشرطة تجيب المشتبه فيهم في الكوفة علشان الجريمة البشعة اللي حصلت دي. حتى الجيران حققوا معاهم، محدش سلم منهم، كل اللي في الشارع فضلوا يتحقق معاه. ووصلت القضية إلى أعلى المستويات، وما كانش فيه أي دليل على الجريمة الحرامية على حميد وأسرته اللي ماتت كلها. وأركان في المستشفى والشرطة مش قادرة تحقق معاها لأنها مش قادرة تتكلم، وإن حالتها النفسية كانت تعبانة قوي، وكان فيه دكتورة بتعالجها. وبعد شهر الشرطة مش لاقية أي دليل على الجريمة خالص، وطلبت الشرطة من الدكتورة إنهم يحققوا مع أركان لأنها هي الشاهد الوحيد في القضية. وفعلا حققت الشرطة مع أركان لأنها كانت هي الوحيدة الشاهدة على الجريمة دي. بس أركان ما كانتش بتتكلم كتير، وقالت أركان إنها صحيت على صوت أختها رهف وهي بتقول إيه اللي بيحصل، وجريت وأنا جريت وراها. وأول ما وصلت عند باب الأوضة شفت المسلحين الحرامية، جريت رجعت على الأوضة تاني واتخبيت تحت السرير. سمعت صوت أختي رهف وهي بتصوت، قلت خلاص مسكوها الحرامية. وبعد كده صوت الرصاص، عرفت إن أختي قتلوها الحرامية. وأنا وقتها كنت متخبية تحت السرير، ما شفتش حد فيهم خالص. بس وأنا تحت السرير شفت رجلين رجالة لابسين جزم كبيرة وسودة داخلين الأوضة اللي أنا كنت متخبية فيها، بيدوروا فيها على أي حد لسه عايش ولا لأ. يعني انتي ما شفتيش أي واحد فيهم؟ أيوة أنا شفت وأنا تحت السرير 3 رجالة لابسين جزم سودة وبدل سودة مغطيين وشهم بقناع أسود زي بتاع الحرامية، مش باين منه غير عينيهم. وأنا كنت تحت السرير خايفة يسمعوا نفسي. وبعد كده ما حسوش بيا خالص وفضلوا يدوروا ما لقيوش حاجة ومشوا بعد كده. وأنا بعد ساعتين لقيت مفيش صوت خالص في البيت، اطمنت وطلعت من تحت السرير لقيت المجزرة، لقيت ماما وبابا كل أسرتي مقتولين قدام عيني. بعد كده دفنوا الجثث واتعمل عزا كبير جدا لحميد وأسرته اللي ماتوا، إنه كان راجل مهم جدا في البلد وكان غني. بس الراجل ده ليه أعمال خير كتير جدا جدا، وقتها الناس كانت بتحبه، كان بيتصدق كتير وكان عامل ملجأ للأطفال اليتامى. كان في الوقت ده الرئيس الراحل صدام حسين والأمن مهتمين جدا بالقضية، كانوا بيدوروا على القاتل بس مفيش أي دليل يمشوا عليه. وبعد كده اتحفظت القضية، وأركان كانت خايفة جدا لأنها ما كانش عندها خال ولا خالة، ما كانش عندها غير عمتها الوحيدة اللي كانت متجوزة من واحد وعايشة في محافظة بعيدة عنها، وظروفها على قد حالها جدا، يعني عيشتها متوسطة، عندها عيال كتير بس عمتها كانت مشغولة جدا في حياتها.
وبعد كده بعد ما سمعت عمتها جريت عند أركان تطمن عليها. عمتها قالت لها انت لازم يا أركان تتجوزي وتعيشي حياتك، انت لسه يا بنت صغيرة. لا يا عمتي، أنا مش هرتاح غير لما أعرف مين اللي قتل بابا، مين اللي قتل عيلتي كلها. أنا مش هسيب حق إخواتي خالص، لازم آخد بطار إخواتي وطار ماما وبابا. أنا مش هسيب المجرم ده بره، أنا لازم أدخله السجن وياخد إعدام على اللي عمله في بابا وماما وإخواتي. وفضلت أركان تعيط، وجوز عمتها يطبطب عليها ويقول لها ما تخافيش يا أركان، أنا بعرف ضابط كبير في الشرطة وكان صاحب أبوكي حميد قوي، العلاقة ما بينهم كانت قوية جدا. هروح له وإن شاء الله يهتم بالقضية ويقدر يمسك المجرمين اللي قتلوا حميد الله يرحمه. أنا هروح له يا بنتي. وفعلا راح جوز عمة أركان عند الضابط الكبير وقال له انت فاكرني يا باشا؟ قال له ايوه فاكرك، انت جوز اخته لحميد. قال له ايوه، وانا جاي النهارده اقول لك ان صديقك حميد اتقتل هو وعيلته كلها 6 شهور. الضابط اول ما سمع الكلام ده اتصدم من اللي سمعه، ما كانش مصدق وقتها. انت ليه ما جيت تقول لي؟ انا ليا شهر بره البلد، لسه راجع من السفر، ما حدش قال لي. انت عايز ايه مني دلوقتي؟ انا جاي النهارده اطلب منك خدمة، والخدمة دي علشان أركان بنت حميد. انت بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقولي ان عيال حميد كلهم اتقتلوا. ايوه يا فندم، بس ما فضلش غير بنته أركان عمرها 18 سنة ما اتقتلتش. يا حول ولا قوة الا بالله. هي عاوزة ايه أركان؟ هي عاوزة حضرتك تمسك لها القضية وتعرف مين المجرم اللي قتل لها أبوها وعيلتها كلها، لأن التحقيق اتحفظ ومحدش عرف مين المجرم. وهي دلوقتي عاوزة حضرتك تعرف لها المجرم. حاضر حاضر، قول لها أنا بنفسي هتابع الملف وهعرف لك المجرم. قول لها اطمني. ومشي جوز عمتها لأركان. أول ما راح بيت أركان قال لها الكلام ده اللي قالوا له الضابط الكبير. بعدها قال لها جوز عمتها يا أركان يا بنتي انت لازم تخرجي من البيت لأن نفسيتك تتعالج بسرعة. أنا مش قادرة يا عمي أقابل أي حد. ما تخافيش يا أركان، أنا هفضل جنبك وهراعيلك كل مصالحك في الشركة. انت دلوقتي يا بنتي كل حاجة ملك أبوك حميد الله يرحمه بقيت تحت إيدك، ممكن يضحك عليك بسهولة يا بنتي وانت قاعدة في البيت. علشان كده لازم تروحي تراعي مصالحك. وفعلا جوز عمتها مسك كل أملاك حميد اللي ورثته أركان. وبعد كده بعد يومين اتصل الضابط. أنا مهتم قوي ماسك بالقضية دي حميد وعايزة أبو أركان وأعرف مين المجرم. علشان كده كلمته وقال له وأنا بكرة أي خير هبعت لك ضابط على من طرفي. أنا عملت القضية للملف طرفي. أنا بقول لك إيه يا حضرة الضابط، أنا تحت أمرك وأنا هديله ملف القضية وكل اللي هو عاوزه. ماشي. وفعلا تاني يوم اتصل الضابط الكبير ضابط المحقق علشان يمسك له ملف القضية. والضابط الكبير قال للمحقق انت لو عرفت لي مين اللي قتل حميد وعيلته انا لك اللي انت عاوزه وهخليك اكبر ضابط في الادارة. هو قال له كده لانه ده كان اشطر الضباط اللي بيحققوا في الجرايم دي وفي الوقت ده. والمحقق ده كانوا مسمينه أبو الأنبار لأنه بيفضل ينبر في القضية لحد ما يعرف مين المجرم. وتاني يوم راح أبو الأنبار، وأول ما راح علشان يحقق في القضية الضابط اللي كان هناك ما صدقش إن ده ضابط وإنه جاي يحقق في قضية قتل كبيرة زي دي، لأن الضابط ده كان جسمه ضعيف جدا ولابس نظارة كبيرة قوي وكان بيدخن كتير جدا. فضلوا الضباط اللي قاعدين على المكتب يضحكوا عليه أول ما شافوه وفضلوا يقولوا إن هو ده اللي هيحل القضية الكبيرة دي.
فضلوا يتنمروا عليه، وهو أول ما مسك الملف بتاع القضية قرا في الملف ويضحك، وكان الضباط بيبص عليه، وفجأة اتصل بالضابط الكبير اللي كان بحته عشان القضية وقال له: خلاص يا فندم، أنا عرفت القاتل، اديني يومين بس وهعرف لك المجرم. الضباط اللي كانوا قاعدين في الأوضة وقتها أول ما سمعوا كلام الضابط وإن عرف القاتل من قرايته في الملف هم من الصدمة. إزاي وإحنا بقالنا 6 شهور ومش عارفين نمسك خطوة القضية دي؟ إحنا معاه للآخر. وفعلا أبو الأنبار قال لهم: جيبولي المشتبه فيهم كلهم. فضلتوا تحققوا معاهم بس يكونوا عساكر. قالوا له: حاضر، لأنهم هم حققوا مع ناس كتير. وقتها قال لهم الضابط أبو الأنبار إنهم يكون عمرهم 30 سنة، أقل من 40، هم شباب علشان يحقق معاهم. قالوا له: حاضر. فضل يحقق معاهم وصفاهم من 40 شخص اتبقوا 20 بس. والوقت ده طلب أبو الأنبار إنه يجيبوله أركان بنت حميد اللي كانت شاهدة على الجريمة. وفعلا طلبوها للتحقيق، وهي في الأول ما كانتش عاوزة تروح، وجوز عمتها قال لها: لازم تروحي علشان يعرفوا مين اللي قتل حميد أبوكي وعيلتك كلها، والمجرم ياخد جزاؤه يا بنتي. حاضر حاضر يا جوز عمتي، أنا هروح. ولما راحت أركان قابلت الضابط المحقق أبو الأنبار. وقتها قال لها: اقعدي يا أركان. طلب منهم إنهم يجيبوا له المشتبه فيهم علشان تتعرف على القاتل. وأول ما جابوهم في طابور العرض المحقق أبو الأنبار قال لها: مين في دول يا أركان كان عشيقك وانت بتحبيه؟ وهي وقفت أول ما سمعت كلام الضابط أبو الأنبار، وفضلت تصرخ وتقول له: كلام إيه ده؟ كلام إيه ده اللي انت بتقوله؟ أنا ملياش عشيق وسط المشتبه فيهم. وقال لها وقتها أبو الأنبار: اعترفي. اقعدي اقعدي يا أركان. وفضلت تعيط، وقال للضباط اللي حواليه: سيبوها، هي هتعترف. أنا من أول ما قريت ملف القضية وعرفت إنك انت يا أركان مشتركة في الجريمة دي. وبعد كده قال لها: مين عشيقك يا أركان؟ يا حضرة الضابط، انت ظالمني، انا معرفش حاجة. طيب خلاص، انا هسألك سؤال تاني. وفعلا سألها ابو الانبار وقال لها: انت قلت في التحقيق ان انت كنت تحت السرير وشفت الحرامية لابسين اقنعة على وشهم ومش مبينين غير عينيهم. انت قلت كده في التحقيق، حصل ولا ما حصلش يا اركان؟ ايوه ايوه، انا قلت كده. طيب ازاي يا اركان انت كنت متخبية تحت السرير شفت الحرامية ال3 مخبيين وشهم؟ ازاي وانت كنت خايفة ومتخبية؟ ازاي بصيت في وشهم، بصيت في عينيهم؟ حاجة ما تدخلش العقل خالص. ليه طلعت راسك من تحت السرير من غير ما يشوفوكي وانت شايفاهم؟ انا رحت البيت ودخلت تحت السرير وحاولت اطلع راسي من تحت السرير زي ما انت قلتي، معرفتش. لو طلعت راسك وبصيتي فوق كانوا الحرامية شافوكي. انت يا اركان اشتركت معاهم، انت كذبت في النقطة دي. تاني حاجة عايزة اسألها لك، وده اهم سؤال هسألهولك: اختك رهف لما كانت متخبية في الحمام وكانت قافلة على نفسها باب الحمام لأنها كانت خايفة من الحرامية اللي شافتهم، إزاي قدر المجرمين إنهم يقنعوها إنها تفتح باب الحمام ويقتلوها هي داخل الحمام؟ مستحيل أختك تفتح الباب لأنها قافلة على نفسها من جوه وكانت خايفة منهم وهربانة. إلا إذا يا أركان أنت اللي أقنعتيها إنها تفتح الباب، قلت لها افتحي مفيش حد، وفتحت الباب. ووقتها أركان فضلت تعيط وتصرخ من الكلام اللي سمعته من الضابط أبو الأنبار، وتقول لجوز عمتها: منك لله يا جوز عمتي، إيه المحقق ده؟ وقتها سألها أبو الأنبار وقال لها: مين يا أركان عشيقك؟ اعترفي، مين اللي مشترك معاكي في الجريمة يا أركان؟ خلاص أنا هعترف بكل حاجة، أنا عشيقي اسمه ماجد ابن عمتي.
فعلا وقتها ماجد كان موجود في طابور العرض اللي جابوه قدام عينيها، وقال لها أبو الأنبار احكي وقولي يا أركان الحكاية من الأول. أنا أول ما شفت ملف القضية عرفت إنك ورا القضية دي، ورا الجريمة دي، بس أنا أموت وأعرف، عاوز أعرف يا أركان السيناريو اللي حصل، لأني أنا حققت في القضية دي، فالأدلة راحت والشهود برضو راحوا والجثث اتدفنت. أنا وضعي صعب جدا، أنا عندي اشتياق يا أركان إني أنا أعرف سيناريو القضية واللي حصل فيها إيه، وليه يا أركان شاركت في قتل أبوكي وأسرتك كلها، وليه ما تجوزتيش ابن عمتك، ليه قتلت والدك ووالدتك، قتلت الراجل اللي رباكي، الراجل الطيب المعروف أبوك يا أركان وأخواتك كلهم، ليه عملت كده؟ وقتها أركان فضلت تصرخ وتعيط وقالت مستحيل بابا إنه كان يجوزني ماجد ابن عمتي، لأنه هو من أسرة بسيطة جدا مدهمش فلوس، وبابا كان دايما يفكر ويقول إنه لازم يجوز بناته لحد مستواه المادي كويس زي مستوانا، لأنه ما كانش هيوافق بماجد ابن عمتي، لأن ماجد كان عسكري حارس أمن في المركز اللي جنبنا، بس عيلته كانت بعيدة، ولما كان بيجي يوم إجازته كان بيطلع الساعة 1 أو الساعة 2 بالليل. أنا عندي باب على الجنينة كنت بفتحه وهو كان بيدخل منه ويخرج وش الفجر، وقتها ما حدش كان يعرف بالموضوع، ولا بابا ولا ماما، كانوا بيناموا فوق السطح، واخواتي بيكونوا تعبانين من المدرسة فبيناموا بدري. واستمرينا على الحالة دي 3 سنين، نتقابل أنا وماجد وكل حاجة حصلت ما بينا من غير ما حد يحس بينا من البيت. وماجد كان كل ما يطلع إجازة من شغله يجي عندي بلبسه العسكري ومعاه سلاح شايله من نوع كلاشكوف، فده السبب اللي خلى المحقق أبو الأنبار كان يقول لهم جيبولي واحد عسكري، إنه لما أرى الملف اللي كانت في الضحايا عرف وقتها إنه هو عسكري ومتمكن من النشان، ما هواش إنسان عادي يعني متدرب. اللي خلاها تقتل وتشارك في قتل عيلتها كلها لازم يكون شاب وسيم، علشان كده طلب المحقق من الضباط إنهم يجيبوله ناس تحت 40 30 سنة يعني. وقتها أبو الأنبار حيموت يعرف إيه باقي السيناريو، وقال لي أركان اتكلمي أنا عايز أعرف الحقيقة كلها. وقالت كل مرة بيجي فيها ماجد البيت دخل أوضتي كانت الساعة وقتها 2 بالليل، وأنا وقتها كنت متأكدة إن كل اللي في البيت كانوا نايمين، بس بابا كان على غير عادته، صحي من نومه بدري ونزل من السطح جوه البيت. وقتها بابا سمع أصوات، صوتي أنا وماجد في الأوضة، عرف إنه في حد لسه صاحي وفضل يدور ويحط ودنه على باب أوض أخواتي. لما وصل على باب أوضتي سمع صوت ماجد عندي، دخل علينا فجأة شافنا في وضع حلو. وقتها أنا فضلت أصرخ وماجد فضل يقول لي هات السلاح هات السلاح يا أركان، لأن ماجد كان قالع هدومه كلها، وأنا اديت له السلاح اللي بيعلقه في الشماعة أول ما كان بيدخل الأوضة بتاعتي. وأول ما خد المسدس ضرب النار على بابا، وبعدها اخواتي سمعوا صوت الرصاص صحيوا، كانوا مفتكرين إن صوت الرصاص عند بابا على السطح، فكان كل اللي بيصحى منهم بيطلع على السطح ويطلعوا على السلم، وماجد كان واقف لهم تحت السلم وموت الأول والتاني والتالت، موتهم كلهم اخواتي ال3. وفي الوقت ده أخت رهف صحيت وشافت المنظر بتاع اخواتي، خافت ودخلت الحمام. في الوقت ده ماما صحيت على صوت الرصاص فنزلت شافت اخواتي كلهم ميتين قدام عينيها على السلم. ماجد أول ما شافها وهي بتصرخ قتلها، قتل ماما سابها على السلم مرمية. بعد كده أنا وماجد رحنا على باب الحمام اللي متخبية فيه أختي رهف. قال لي ماجد بصوت واطي إني أنا أقول لها
لها إن المجرم هرب، لأن أختي أول ما شافت ماجد هو بيقتل إخواتي كلهم دخلت الحمام وما كانتش عارفة إن هو ليه علاقة بيا، أنا ليه علاقة بالموضوع ده. المهم أختي اطمنت لما سمعت صوتي، وأنا كان لازم أقنعها بإنها تفتح الباب، إنها لو ما فتحتش الباب أنا هتسجن وهي هتبقى الشاهد الوحيد على الجريمة. وأختي أول ما سمعت صوتي قالت دي أركان أختي، وفتحت الباب، وفجأة ماجد زقها لجوه ودخل الحمام وقتلها. ووقتها ماجد وأركان قتلوا البيت كله، قتلت عيلتها كلها. ماجد قال لها اسمعي يا أركان، أول ما أخرج من البيت بساعة كده خرجي وروحي في الشارع وصرخي وصوتي ولمي الجيران أكون أنا وصلت الشغل. وبعد كده سمعت أركان كلام ماجد وطلعت وفضلت تمثل قدام الناس كلها إن هي الضحية. المهم ماجد اعترف بارتكابه الجريمة، وبعدها حكمت المحكمة على ماجد بالإعدام وعلى أركان بالمؤبد. وبعدها كانت صدمة للناس كلها. وفي آخر عام 2001 تم الحكم على ماجد وفضل في السجن. وأركان بعد كام شهر في بداية 2002 أصدر الرئيس السابق صدام حسين بالعفو على جميع المسجونين السياسيين والمجرمين كلهم، اداهم عفو. وطلعت أركان من السجن وأخدت عفو، بعد كده خدت ورثها كله، وبعد كده عاشت حياتها، جوزت أعمال غني قوي وخلفت أولاد، ودلوقتي بقيت أكبر سيدة أعمال معروفة، والناس كلها نسيت حكايتها مع الزمن وعاشت أركان حياتها. ولحد كده خلصت حكايتنا.